اهلا بيكم في توك جديد. يا ريت قبل ما يبدا الفيديو تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. لو انت متابع قديم ليا يا ريت تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصدقائك عشان النهارده هنتكلم عن العنصريه، فكمل الفيديو للاخر ويلا بينا. طيب انا جاي اتكلم عن العنصريه، هل هديك ارقام ونسب والحاجات اللي بتسببها العنصريه وبلا بلا بلا بلا؟ لا، مش عايز اتكلم في كده نهائيا ولا اي شيء. انا بس عايز اقول حاجه واحده: العنصريه مش شيء كويس ومش شيء كول ومش شيء نهزر بيه، يعني مش شيء روش، مش شيء كده دمه خفيف اطلاقا بصراحه. يعني نهائيا الموضوع مش لطيف ومش حلو ومش بيضحك. يعني النظره اللي بياخدها الشخص اللي فاكر ان هو cool I am just cool يعني بسبب ان انا عنصري وبهزر مع الاشخاص التانيين بالعنصريه، لا ده موضوع مقرف بصراحه. خصوصا لو حد جرب ان هو يهزر معايا الهزار ده يهزره قدامي، بس هو الموضوع ما بيكونش لطيف اطلاقا بصراحه وبيكون عباره عن سماجه. طيب خلينا اعرف لك العنصريه كده في حته علميه شويه. من حيث علم الاجتماع فإن العنصرية هي مرض اجتماعي قديم، فحاليا في العالم أغلب المؤسسات والأماكن المسؤولة عن المجتمع وتنمية المجتمع وتنمية الوعي في المجتمع بتقول إن هو ما ينفعش نكون عنصريين، وبتحس الناس إن هم ما يكونوش كده. وإلى حد ما في الدول المتقدمة العنصرية أقل شوية ما عدا في فرنسا. مش عارف هي ليه فرنسا بتعمل كده، هي بتدخل أعداد كبيرة وفي الآخر ترجع تشتكي، بس ده مش موضوعي وأنا مش مهتم بصراحة. فرنسا هي مجرد مثال، يعني في دول كتير تاني كده سواء عندنا او بره، لكن المنشآت والمؤسسات الحكوميه مش الشعوب بتحس عدم العنصريه، على عدم ان احنا نتعنصر على بعض، ما نبقاش اشكال قذره. سواء انت مصري سعودي انجليزي فرنسي امريكان، العنصريه شيء سيء في كل مكان، واي مكان في العالم هيقول ان هو ما ينفعش، تمام؟ حتى لو كلام على ورق، معنى ان هو مكتوب ان هو ما ينفعش كده فبطريقه ما العنصريه شيء سيء، وده ابسط شيء انا اقدر اقوله عن الموضوع. انا ملاحظ في الفتره الاخيره زار اللي هو فيه شويه عنصريه زياده عن اللزوم. يكون صاحبك اسمراني شويه، لما يكون صاحبك شبه المغول او شبه المغول عادي، هم اسمها السلاله المغوليه، او صاحبك ابيضاني زياده عن اللزوم، فلو صديقك هو متقبل الهزار الى حد ما هقول لك انا ماليش دعوه. لكن الاشخاص الاخرين او الناس التانية فلا، انا اهدى شويه، ما ينفعش، لان الناس التانية دي عندها مشاعر. هو مش شيء لطيف، مش شيء كول، ومش كل الناس هتتقبله اطلاقا. حاجه كده غريبه. ما ننساش الاصل، ما ننساش ان اصل الشيء ده هو ان هو سيء، ان هو بيأذي الناس، ان هو بيعمل فتن وبيعمل مشاكل وبيعمل مشاكل اجتماعيه بطريقه غبيه، وانت هتتخذ اي نوع من انواع الحجج علشان تتعنصر على حد، فده غلط. يعني بكل بساطه ده مش صح، مفيش مبرر للموضوع. العنصريه والكلام السيء والكلام الساذج ده بيضرك انت، مش بيضرك، ده بيبين انك انت غبي، بيبين انك انت مستني عذر علشان تعمل شيء قبيح. مفيش شخص واحد بيدل على مجموعه كامله، مفيش مليون شخص بيدل على مجموعه كامله. لو الدوله دي عدد سكانها 10 مليون، تمام، وانت قلت مليون واحد فيها وحش، للاسف دي 10%، يعني اقليه. الاقليات مش شيء بيدل على الاغلبيه، فاهم حاجه؟ فالشخص الواحد لا يمثل اغلبيه، وكل الاشخاص اللي عندك لا يمثلوا اغلبيه، فاهم المقصد اللي انا بقوله؟ في نفس الوقت الاشخاص اللي بيعملوا مشاكل انت تقدر تحبسهم، تقدر تعمل فيهم شكوى، لكن العنصريه شيء تاني. انت هنا عايز تتعنصر، انت هنا جواك غريزه كده اللي هو عايز اتعنصر، عايز اطلع قذارتي على الاخرين، فبستنى اي سبب علشان بس اطلع القبح والسواد على الاخرين. مش كده، ما بتتحسبش كده اطلاقا. السيء بيتحاسب وبيتعاقب بالقانون، لكن مش بالعنصريه. العنصريه بتضرك انت كده بتعمل شيء اساسا اوت اوف كونتنت، بره الموضوع كله، بره الحوار كله، بره المحتوى بتاع المشكله كلها، فاهم؟ فهي كده، الموضوع مش وراثي. المشاكل اللي بيعملها الناس مش وراثيه، الناس كلها بتعمل مشاكل وفي اي مكان بتحصل مشاكل. ان احنا نتجه للاسلوب العنصري فده شيء سيء. مش عايزين نكون زي الاتراك مثلا. صراحه الناس دي يعني بالغوا في حته العنصريه ضد العرب بطريقه متخلفه، لدرجه ان هم قتلوا ناس، قتلوا سائح مغربي، وفي واحد مسك بنت مغربيه طفحها الدم، بوظها خالص، ماشي؟ ده غير حملات الضرب والشتيمه والاهانات. اعتقد ان احنا المفروض ما نكونش شبه كده. الحمد لله ان احنا يعني ما وصلناش للمرحله دي. الكلام ده مش علينا بس، ده على اي حد في العالم باي لغه بيشوف الفيديو، تمام؟ يعني انا ما بخصش شعب واحد او كده، لا اي حد، بس انا عايز مين اللي يستفاد؟ انا عايز احنا اللي نستفاد بطريقه معينه، او عايز ان ده ما يكونش موجود هنا علشان انا ما بحبش الشيء ده ببساطه. طيب العنصريه بتدل على ايه؟ بتدل على ان الشخص ده زي ما قلت لك اسود من جوه وعنده ضيق افاق لدرجه ان هو بيعمم على مجموعه كامله من كام نفر، من كام شخص هو شافهم، من كام مشكله هو شافهم. ده غباء كده، بتثبت انك انت عقلك صغير، انت عقلك شبه حبه جوز الهند. ده غلط،
ده هبل. انت كده بتدل انك انت عايز بس تطلع اللي جواك، ومش مهم بقى، مش مهم بقى. انا لقيت سبب فهطلع اللي جوايا براحتي، فهقول اللي انا عايزه، فهعمل اللي انا عايزه. الغاية لا تبرر الوسيلة في الحتة دي، ماشي؟ ومش دايما الغاية بتبرر الوسيلة، ده حكمة قذرة، تمام؟ فما تاخدش ما تسلكش النهج ده، لان هو مش صح، فاهم؟ يعني خلي عندك اخلاق، حتى دينك بيؤمرك بعكس كده. خلي عندك اخلاق، خلي عندك دين، خلي عندك عرف، خلي اي شيء يمنعك من القرف ده، فاهم؟ اظن ان الرساله وصلت. فنحاول نبطل، لان احنا اعقل من كده وانضج من كده واكبر من كده وبنفهم احسن من كده كبشر، مش كمصريين او كاتراك بس، او كايا يكن، يعني ايا كان، يعني أنا مش عارف، او كاوروبيين ايا يكن، او كفرنسيين. احنا بشر واعقل من كده وبنفكر احسن من كده، فما نحاولش نعمل الاشياء دي، ونحاول نخلي السلام موجود في العالم اللي احنا عايشين فيه، علشان هو مش ناقص خراب اكتر من كده بصراحة. لو عندك بقى نزعة كده هزار مقزز وعايز عنصر وبتاع وحاجات دي، خليها بينك وبين صاحبك اللي انت عارف انك انتوا خابزينه وعاجنينه ودافنينه سوا، اللي هو عارف قذارتك وانت عارف قذارته، وانتوا الاتنين متقبلين بعض، هزروا مع بعض زي ما انتوا عايزين، طول ما الشيء ما اذاش حد، فانت حر، انت وضميرك، اللي انت عايزه، تمام؟ وبس كده، دي نهاية الفيديو. كان فيديو سريع. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، سبسكرايب، وتشير الفيديو مع الأصدقاء اللي انت عايز تنمي عندهم فكرة عدم العنصرية. وبس كده، دي نهاية الفيديو. استمتع بالسعادة، تقبل الحزن، وحاول تعيش بسلام، وسلام.